أحد رجال الأعمال الليبيين المفرج عنهم من سجون الإمارات السرية، رفعت حداقة، أهلا وسهلا بك. كتبت يا أستاذ رفعت ضمن ما كتبت الفترة الماضية على صفحتك واقعة أريد أن أسمعها ويسمعها المشاهدون منك، هو أنك من شدة الضرب وعدم الاستحمام فهم تأذوا من رائحتك. نعم. لو تسمعنا هذه الواقعة. طبعا بعد أسبوع تقريبا من الضرب والتعذيب وكذا والعرق والدم، بعد 10 أيام تقريبا، أكثر من أسبوع، كنت لما نجي للتحقيق كان المحقق يعني كان المحققين يتضايقوا من ريحتي، فكانوا يرشوا فيها بالعطور قبل ما يحققوا معي يعني، وكانوا يتأففوا منها يعني. فعلى أي حال طلب بعد في يعني طلب من أحد الجنود النيباليين أن يشيل الحمام، بعدها كرروه هذه كم مرة، بعدين قال له خليه يغتسل يعني. فلما شالني الحمام يعني وكشفت جسمي في الحمام يعني خريطة يعني، في حتى ضرب بصوت صغير ما كنتش منتبه له يعني، في الجسم كله ودم. فالحمد لله رب العالمين. نعم. طيب أسألك أيضا، هل استطعت أن تعرف من كانوا نزلاء معك في السجن؟ هل هم من العرب، من الإماراتيين؟ هل كنت تستمع إلى أصوات؟ استطعت أن تحدد لهجات معينة؟ والله طبعا هو السجن هذا ممنوع فيه الحديث وإصدار أي صوت إلا باستثناء الصراخ يعني. لكن السجين اللي جنبي الزنزانة العالميني، مرة سمعت كلمات حوار بسيط بينه وبين أحد كاين مريض، فتكلم مع واحد من الجنود النيباليين عن دكتور وكذا عن حالته الصحية، فصوته وكان الباب مفتوح فسمعت الصوت، كان لهجته إماراتية يعني، كان النزيل لي في الزنزانة جنبي إماراتي يعني، غير هيك ما كنتش نسمع بحد ولا يعني لا فارق بين المواطن وغير المواطن عندهم في هذه الأشياء. نعم. طيب السجن، هل استطعت أن تعرف هل هو في وسط مدينة أم في وسط الصحراء مثلا؟ هل كنت تستمع إلى عصافير؟ هل أصلا أخرجوك إلى الشمس؟ هل رأيت الفضاء؟ في الشهرين الأولين تقريبا ما كانش فيه خروج من الزنزانة إلى من الغرفة إلا للتحقيق والضرب. بعد شهرين يعني طلعوني، يسموها مشي، جاني قال لي ام سي، على ما فهمتش ايش معناها في البداية. ام سي. نعم. ففي مساحة صغيرة تقريبا نفس الحوض السباحة بالضبط، تنزلها تحت يعني، مش ساحة مفتوحة، ساحة صغيرة يعني تقريبا مساحتها ممكن 10 متر في أقل من 10 متر، ممكن 7 متر 8 متر في 10. مساحة صغيرة جدا يعني، وكانت فيها السقف ترى السماء، ولكن بالكونكريت 20 سنتي مغلقة و20 سنتي مفتوحة، وحتى ال20 سنتي مفتوحة مشبك بحديد شبك يعني ترى السماء. هذا كانوا بعد شهرين كانوا يطلعوا فيها من وقت إلى آخر أمشي ألف يعني لمدة 10 دقائق محسوبة بالساعة، طلعني يقول لي 10 دقائق ألف ل10 دقائق، بعدين ياخذني الغرفة. حدثت كم مرة هذه خلال 4 أشهر؟ خلال 4 أشهر طبعا، شهرين الأولاد ما فيش أبدا يعني، لكن في الشهرين الآخرات ممكن على بعضها ممكن 10 مرات، كل مرة 10 دقائق. نعم. لكن لم تستطع تمييز مكان السجن، هل هو في مدينة أو خارج المدينة؟ لا هو يعني واضح من يعني إنه هو زي ما ذكرت لك في قاعدة أو شيء في مكان نائي، مش مكان واضح. نعم. طيب هل سمح لك بالاتصال بزوجتك بأهلك؟ سمح لي بالاتصال بعد 3 شهور، يوم 27/11/2014، وعندي السكرين شوت يعني المكالمة اللي تم الاتصال بها عن زوجتي، والرقم اللي طلع زوجتي في الشاشة مكتوب غير معروف كما هو واضح يعني. هكذا أخبرتك زوجته؟ نعم. لا عندي الصورة يعني هردوها على المشاهدين، صورة سكرين شوت يعني توضح اللقطة هذه. نعم. فكلمت أهلي بعد 3 شهور طبعا، وزوجتي وأهلي نفس الوقت سجلوا المكالمة، موجودة مكالمة مسجلة. يعني كنت بصعوبة جدا أفهم كلام زوجتي من شدة البكاء والصدمة، كانت تعتقد أني قتلت يعني 3 شهور. لا أحد في العالم يعرف أين أنا ولا يعرف أي شيء عني. كان هذا هو الاتصال الوحيد؟
اتصال وحيد. ثاني اتصال كان هذا اتصال مدة 5 دقائق، وطبعا في الاتصال حذرني، لو قال لي تكلمت عن ظروف اعتقالك ولا حكيت أي شيء أقطع المكالمة وما عادش تكلم. نعم. هذه كانت مكالمة، والمكالمة الأخرى كانت يوم السفر، سمحوا لي قال لي لو تحب تتصل بأهلك تبلغهم أنك تسافر. الترحيل. نعم. نعم. قبل أن نأتي للترحيل، في هنا حادثة أيضا أريدك أن تحدثنا عنها لما فيها من غرابة، وهي أنهم اتصلوا بأهلك وطلبوا منهم أن يحضروا جوازات سفرهم. احكي لي الحادثة هذه بشكل سريع، وعندك أنت صورة ستعرض للمشاهدين عن هذه الحادثة. نعم. قبل ما يفرج عني بأيام، يومين أو 3، اتصل شخص بزوجتي، والرقم أيضا موجود ممكن يعرض على المشاهدين، رقم الموبايل تم الاتصال منه. اتصل شخص وطلب من زوجتي أنها تحضر إلى أبو ظبي وتجيب جوازات الأسرة. ذهبت زوجتي وأسرتي ورافقهم الوالد والوالدة ومشوا لأبو ظبي. وين قالوا لهم في أبو ظبي؟ هو في البداية قال لهم تعالوا أبو ظبي، بعدين لما كان يتصل بهم قال لهم تعالوا قدام مشرف مول. فلما جاءوا قدام مشرف مول كان يوجه فيهم بالموبايل امشوا يسار امشوا يمين، لحد ما وجدوا سيارة لاند كروزر بيضاء. قال لهم تعالوا أنا في السيارة هذه. جاءوا للسيارة، فتح الشباك، يعني مسافة يعني تسمح بإدخال الجوازات، بس سلموا له أهل الجوازات، أخذان وعدى. يعني صوروا أهلي في الموقف هذا، مصور موجود صورة. يعني عندك صورة للسيارة؟ عندي صورة للسيارة. كيف تفسر يا أستاذ رفعت هذا الأمر؟ أليس لديهم مقرات مثلا؟ يعني يجوا لمقر الأمن ويسلموا جوازات السفر، لماذا في سيارة وكأنه عمل فعلا يعني كما تقول أنت خارج القانون أو ميليشيات هو هذا الحقيقة، وهذا يأكد أنه هو عمل يعني إرهابي إجرامي خارج نطاق القانون. هذه ميليشيا يعني عصابة، لكن لا تصفها بأنها دولة ولا علاقة بالدولة. يعني ما يعني في الشارع وفي السيارة وبدون أي يعطيهم وصل ولا شيء، خذ الجوازات وعدى. وفي رأيك لماذا أخذوا منهم جوازات السفر؟ طلبوا منهم جوازات السفر؟ يعني هو واحد للسبب الأول هو طبعا أنهم لغوا إقاماتهم، خذوا جوازات لغوا لهم إقاماتهم. الشيء الثاني مش عارف ليش، يعني إيش التفسير أنه ما يلحقوش بي. يعني أنا ضليت في السجن 4 شهور لما أرى أهلي، وبعدين لما رحلوني شهر كامل أيضا جوازات السفر عندهم منعوهم من الحاق بي. فتفسير يعني أنت غادرت يعني الدولة. نعم. وبعد شهر سلموهم جوازات السفر. نعم. وذكرت لي أن هذه أيضا كانت مقصودة لأن دفعوا غرامة في المطار. نعم. يعني تخيل، يعني معانا في الظلم، لما جاءوا مطار دبي هم مسافرين قالوا لهم ادفعوا غرامة تأخير. أهلي قالوا لهم غرامة تأخير يعني عن الإقامة. لا نعم، لأنك تلغي الإقامة بعدها لازم تسافر. هم في أبو ظبي أخذوا الجوازات السفر وألغوا الإقامة ولم يرجعوا جوازات السفر للأسرة. فلما أهلي سافروا أخذوا الغرامة، وموجودة إيصالات الغرامة. الشيء الآخر أن الإقامة في العادة يعني تلغى في الإقامة اللي أنت موجود بها في الشارقة. أنا الإقامات كما هو في الإيصالات هذه ألغيت في أبو ظبي، ومكتوب عنوان السكن أبو ظبي وعنوان البيت شارع رقم 101، وهذا عنوان غير حقيقي. إقامة في البيت في أبو ظبي. كل المعلومات الواردة في الوصل إلغاء الإقامة يعني هي غير صحيحة. يعني هم أرادوا أن يعذبوكم إلى اللحظة الأخيرة يعني. والله هذا اللي حدث حقيقة. نعم. طيب حدثني سريعا عن الترحيل والإفراج. الترحيل قبل الإفراج بأسبوع تقريبا جونا خذونا شلونا إلى سجن كبير، سجن الصدر. سمعت أن اسمه الصدر. هذه أول مرة أشوف فيها ناس. نزلوني من السيارة، فالتقيت أنا والأربعة الليبيين. أيضا كان معنا شخص عراقي وشخص تونسي. 3 الليبيين. 3 الليبيين عفوا، أنا أربعهم يعني. وكان معنا قلت لك يعني واحد عراقي وواحد تونسي. كان معنا مجموعة سوريين و2 سعوديين، وكان معنا صوماليين، جيبوتي، واحد من أوكرانيا تقريبا كان غادي. كانوا مجموعة يعني. من يذهب إلى هذا السجن معناه سيرحل يعني. نعم. إفراج. نعم. ويرحل خارج الدولة. نعم. فلما هذا بس لما العنبر اللي احنا موجود فيه يختلف عن باقي العنابر. لما دخلنا للسجن شفت ان السجن طبعا سجن عملاق ضخم جدا. السجن هذا كان سجن الصدر. سجن الصدر كان فيها يعني يعني اماكن تشوف فيها في الهنود باكستانيين وكذا. بس احنا العنبر اللي فتحوا لنا عنبر تقريبا جديد، يعني ما زال في غبار وريش حمام.
فالمكتوب على مدخل العنبر المحكومين في قضايا امن الدوله، مع اني انا ما شفتش شيء محكمه ولا نيابه ولا شيء، لم نحاكم يعني. والمجموعه هذه اللي معنا كلها يعني نفس الشيء، سالتهم ظنيت نفسي انا الشخص الوحيد اللي لم احاكم، فيعني قالوا لي ان كلنا نعم. محاكم. طيب اخبروكم بانكم سيفرج عنكم وخيروكم اين تريدون ان ترحلوا؟ نعم، هم جاء شخص ولف علينا احنا الليبيين، بس يعني لف علينا قال لنا انت ما ترحلوا، ايش الدوله اللي تبي تعدوا لها؟ فاخترنا دول مختلفه، لكن في النهايه وجدنا نفسها في نفس الطياره كلنا لتركيا وخلاص انتهى. كلكم مع بعض. نعم. ذهبتم الى اوصلوكم الى مطار دبي ام مطار ابو ظبي؟ مطار ابو ظبي. نعم. مطار ابو ظبي. نعم، مطار ابو ظبي، ووضعونا في مكتب وكانوا ياخذوا بالواحد ينهوا له اجراءات، يعني تبصيم، يعني بصوا اصابعنا وايدينا وبصمه العين وكل شيء، وقالوا لنا خلاص يعني افرج عنكم في نهايه ديسمبر تقريبا، يوم 26 ديسمبر ليلا، يعني 27. نعم. حدثتني ايضا ان طبعا في هذا الوقت كان البرد قارس في تركيا. نعم. وانتم لم يكن لديكم ملابس شتويه. نعم. طلبتم منهم ملابس شتويه او مال أو شيء، كيف تعاملوا معكم؟ طبعا ملابسنا كلها كانت ملابس صيفية خفيفة. فأنا قلت له يا أخي يعني الملابس خفيفة وما عندناش فلوس، يعني كلنا ما عندناش فلوس، فهننزل تركيا وما فيش حد يعرف أن احنا يعني موعد وصولنا، فهنقعد في المطار يعني بردانين وبدون فلوس وكذا. قال لي ما عندي منديلك يعني لازم تمشوا خلاص. كيف تصرفتم بعد أن وصلتم إلى تركيا؟ لما ركبنا في الطيارة دخلونا أول طيارة طبعا قدام كل الناس، احنا أول ناس دخلنا للطيارة. في الطيارة يعني أحد زملائي أخذ موبايل من شخص فلسطيني كان بجنبنا واتصل بزوجته وخبرها احنا الآن طالعين بالطيارة وهنصل بعد ساعات إلى تركيا، وخلي الناس تستقبلنا ويجيبوا يعني ملابس شتوية. لما وصلنا للمطار احنا استأذنا من مضيفة الطيارة واخذنا البطانيات بتاع الطيارة نزلنا بها، يعني عشان كان شكلنا بصراحة يعني للأسف يعني تخيل انت رجال أعمال، ناس أبناء ناس محترمة. نعم. في نهاية هذا الجزء الثاني لو تذكرني سريعا بأسماء الإخوة الذين لا زالوا رهن الاعتقال في سجون الإمارات السرية. اللي ما زالوا في الاعتقال هم السيد كمال الضراط وابنه محمد رجل وابنه. رجل وابنه. نعم. وأنت أخبرتني أن هذا هو الابن الوحيد لهذا الرجل. نعم للأسف. نعم والله. نعم. الأستاذ كمال الضراط وابنه محمد ومعاد الهاشمي وعادل ناصف وسليم العرادي، وأيضا في شخص سادس يعني كبير في السن، عمره يقارب 70 سنة، بس أسرته رافضة أن نحن نعلنوا عن اسمائه. نعم. طيب نخرج إلى فاصل ثم نعود إلى الجزء الثالث والأخير.